إلى جانبنا، لكن بقدر ما نحذر من التطير نحذر من التفاؤل المفرط. بأن نتفائل كثيرا ولا نحصل على شيء. متابع سيد دكتور ظافر، الآن وصول طائرة أمير الكويت إلى الرياض ضمن الوصول لقادة دول الخليج والدول العربية والإسلامية إلى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية المقرر عقدها يوم الغد، وأيضا القمة العربية الإسلامية الأمريكية يوم الغد. الحديث دكتور ظافر يعني مستمر، ولكن نحن نتحدث عن الشراكة فيما بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات وليس في مجال واحد فقط وهو الأزمة اليمنية. هذه الشراكات والاتفاقيات التي وقعت وتحدث عنها الجبير بأنه يوم تاريخي في العلاقات فيما بين البلدين. بدون شك هو يوم تاريخي بدون شك، لكن أيضا الجبير فند ما أراد وزير الخارجية الأمريكي أن يقوله عما يجري في اليمن، وهذا يعني موقف قوي وصريح من الجبير أن يفند ما تحدث عنه من عدم الانخراط الأمريكي في الأزمة اليمنية بحجة الإنسانية والمجاعة ومثل هذه الأمور. نعم. طيب دكتور ظافر، يعني دعني